بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الكورة مع حس. في الحقيقة يعني كل ما يشغل بال نادي الزمالك حتى مباراة المصري يوم السبت إن شاء الله الساعة 9 مساء في استاد برج العرب هو كيفية الانتصار على النادي المصري أول الدوري. مستر يانيك فيريرا عقد جلسة مع مساعديه ومحللين الأداء لتحليل أداء النادي المصري ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف. الراجل عايز يعرف ازاي بيفكر المدرب الداهية التونسي نبيل الكوكي علشان يقدر يحط خطة اللعب المناسبة للمباراة. طبعا دي الجولة السادسة في بطولة الدوري العام المصري. في احتمالية لمشاركة لاعبين في قائمة المباراة زي اللاعب محمود جهاد، أيضا عودة عبد الحميد معالي لقائمة المباراة. كل اللاعبين جاهزين باستثناء أحمد ربيع لسه بيتعافى من الإصابة. احتمال كمان ضم سيف الدين الجزيري لقائمة المباراة وممكن يكون هو المهاجم الرئيسي اللي يبتدي بيه. تم حل مشكلة راتب يانيك فريرا، كان راتبه متأخر لمدة شهرين، وأيضا تم حل مشكلة رواتب اللاعبين المتأخرة. طبعا ده مهم جدا جدا ان انت قبل مباراة مهمة اللي انت تدي الثقة للعيبة، تطمنهم، تحللهم كل مشاكلهم علشان ما يبقاش فيه حجة. في الحقيقة كمان يعني اللاعب يحيى زكريا كسر الكلام عليه بعد تألقه مع الكابتن الكبير حلمي طولان في منتخب المحليين، ظهير ايسر نادي غزل المحله. وبالفعل الاستاذ عبد الرحمن اسماعيل مدير التعاقدات في نادي الزمالك تواصل معاه ليستطلع رغبه اللاعب. نادي الزمالك عنده رغبه ان هو يضم اللاعب في شهر يناير القادم. هنشوف طبعا ايه اللي هيجرى وهنتابع مع حضراتكم اول باول. في الحقيقه انا استوقفني بالامس يعني شائعات كتيره بدات تطلع يعني قبل ما اي مباراه مهمه بتيجي لنادي الزمالك، وبتلاقوا يا جماعه الشائعات بتطلع ضد نادي الزمالك. ايضا الضرب كمان في القنوات الفضائيه زي اون تايم. يعني طلع علينا ابراهيم عبد الجواد امبارح وقال ان نادي الزمالك عنده ازمه ماليه طاحنه وهيبقى حاله سواد الفتره القادمه، واذا ما حلهاش هيتجه لسواد اكتر واكتر. بقى بالله عليكم يعني اسلوب رقيق جدا بقى، حتى ده اسلوب. طب انت يا استاذ ابراهيم كنت تقدر تطلع تقول كده على الاهلي ممر ب100 ازمه، ولا عشان هو نادي الزمالك ما بيردش ومجلس الاداره في الحقيقه يعني دوره ضعيف جدا جدا في الجزئيه دي؟ يعني ازاي اللي بيحصل ده ضد نادي الزمالك كده قدام الجميع؟ وارد ان اي نادي يمر بمشاكل، لكن انت عليك اللي انت اكيد نادي الزمالك بيحاول يحلها. ايضا شائعة يعني شفنا على بعض المواقع ان محمد شحاتة جاي له عرض من الخليج. نادي الزمالك هيقعد مع محمد شحاتة، لكن بعد استقرار الاوضاع المالية وبعد التجديد اكيد لحسام عبد المجيد اللي اقترب من التجديد علشان يمدد تعاقده. لسه باقي في عقد محمد شحاتة سنتين، ان شاء الله نادي الزمالك يمدد له تعاقده ل 2030. واللاعب في الحقيقه عنده رغبه في تمديد تعاقده مع نادي الزمالك، واكيد هيبقى فيه تقدير مالي كويس جدا من نادي الزمالك ان هو يحطه في الشريحه الاولى للاعبين، طبعا تقديرا لمجهوده الكبير جدا وفنياته العاليه جدا في الملعب، وان هو ايضا لاعب يعني غير مثير للمشاكل من اول ما جه. يعني لاعب محترم تماما. في الحقيقه كمان يعني طلع علينا امبارح الكابتن حسام غالي
وصرح بيسألوه انت هل هترشح نفسك لرئاسة النادي الاهلي؟ قال لهم انا بالفعل كنت انتوي في يوم من الايام ترشيح نفسي لرئاسة النادي الاهلي، ده شرف عظيم جدا. لكن بعد ما شفت تكالب شخصيات على الإدارة وعلى يعني المناصب، وبتحصل حروب كبيرة جدا في الكراسي، فأنا يعني مش عايز أخوض الحرب دي. يعني خلي صورتي عند الجماهير تفضل زي ما هي. يا ترى مين المقصود وإيه اللي ورا كلام الكابتن حسام غالي؟ يعني لكم حضراتكم اللي انتوا تعلقوا. ايضا في الحقيقه يعني موضوع مهم جدا، كان اللاعب امام عاشور لاعب النادي الاهلي سهران في احدى الكافيهات المشهوره بالامس ومعاه صديقه، وهم خارجين اتنين عمال من المحل، يعني من محل اخر بجوار الكافيه، قالوا له عايزين نتصور معاك يا كابتن امام. الراجل رفض، يعني كان ماشي مسرعا. دي القصه اللي واصله لنا، ولسه لو في اي حقائق تانية هنطلع نقولها لحضراتكم. فلما اللاعب رفض، الاتنين عمال قالوا له يا رب يجي لك صليبي لو ما تصورناش معاك، وقربوا منه بشدة. فصديقه زق واحد فيهم برجله. طبعا عمال جم اللي شغالين في المحل، الشابين دول شاب منهم تحت السن حدث، وانقضوا على امام عاشور وصاحبه، وكانت هتبقى مشاجره ومشكله كبيره جدا جدا، الى ان اتت الشرطه والقت القبض على العاملين. طبعا امام عاشور في الحقيقه لازم يطول من وجهه نظري. طبعا عيب جدا، يعني شيء مستفز، ازاي يعني عامل يقول له يا رب يجي لك صليبي في وشه كده؟ يعني امر مستفز. لكن برضه النجوم يا جماعه عليها مسؤوليه كبيره جدا ان هي تتحمل الضغوطات، يعني حتى لو كانت صوره على السريع وخلاص. يعني مشي حالك يا عم امام، انت لسه خارج من قضايا كبيره جدا، منها قضيه المول الشهيره وغيرها وغيرها. فلازم النجم برضه يا جماعه عليه مسؤوليه ان هو يتحمل الضغوط دي مع الجماهير، ويفوت امور كتيره بيتعرض ليها، بدل ما بيبقى امر في الحقيقه بيقل من تركيزه ومن نجوميته جامد جدا جدا، وبيسحب من رصيده موضوع المشاكل المتكرره. آه ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في المرحله القادمه. طبعا يعني قلنا لحضراتكم خبر، وكنت سباق فيه اول واحد، طلعت لحضراتكم في الميديا وقلت لكم موضوع سحب الارض. الحمد لله خلاص مسألة يعني ساعات قليلة أو أيام قليلة جدا وترجع الأرض لنادي الزمالك، بعد تحضير الاتفاقات النهائية مع وزارة الإسكان، على أن وزارة الإسكان هتراجع مدى اللي حدث في الإنشاءات كل 3 شهور، وفي حالة عدم الإنجاز يعني غير المطلوب في الوقت المحدد هيتم سحب الأرض لا قدر الله مرة أخرى. طالبين منهم سنة علشان يخلصوا إنشاءات النادي، و4 سنين للجزء الاستثماري. وأيضا الذكر كده بدون تفصيل إن ممكن يبقى فيه مبلغ مالي كبير، وإلا هنخش بحصة عينية في الجزء الاستثماري. في الحقيقة يعني أنا شايف إن هي شروط منطقية لحين ما نعرف كل التفاصيل ويعلن عنها تماما للإعلام، سواء من وزارة الإسكان أو من قبل نادي الزمالك. لكن بالله عليكم، نادي الزمالك نادي كبير جدا وعنده شعبية جارفة، مش عايزين تعجيز. ما تحسسوناش اللي انتوا يعني هنرجع الارض لنادي الزمالك لكن تحت التهديد، وان احنا هنسحبها منكم في اي وقت. خلي بالكم المستثمرين لما بيسمعوا الكلام ده بيهربوا. مفيش مستثمر يا جماعة هيستثمر في مكان شغال فيه تحت التهديد فشل اعماله، او تحت تهديد سحب الارض مرة اخرى. عايزين الاستقرار للاوضاع في نادي الزمالك علشان يقدر يستمر للامام. مباراة النادي المصري الزمالك هيحضر لها 50 اتوبيس من خارج اسوار النادي للذهاب الى برج العرب، لان في الحقيقة ده تسهيلا طبعا على المشاهدين اللي حابب يروح يركب الباص من قدام نادي الزمالك
اكيد طبعا هيبقى صباحا، هنعلن لكم ان شاء الله عن الميعاد. كل التوفيق لنادي الزمالك، لان انا شايف في الحقيقه ان هي مباراه مصيريه ليانيك فيريرا، اكون او لا اكون تحت سبوت وتحت عيون الجماهير وكل محبين نادي الزمالك وكل النقاد، وعلى اللاعبين ايضا ان هم يبذلوا كل طاقه في المباراه، لان هي عنق زجاجه بالنسبه لنادي الزمالك. كل التوفيق لنادي الزمالك وكل الدعم. عاش نادي الزمالك العظيم، وعاشت جماهير نادي الزمالك العظيمة.